السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل مع بعض النهاردة الحواوشي الخطير بتاعنا، او حواوشي الطاسة، او حواوشي الحواوشي على الفحم، زي ما انتوا عايزين تسموه. هنعمله النهاردة بمكونات بسيطة وكلها موجودة في مطبخنا، بس من غير بهارات كتير. زي ما انتوا عارفين شعار القناة طبخات من غير بهارات. طبعا الحواوشي ده كلنا بنحبه، كبار وصغيرين، واكلة سهلة وسريعة. يلا نسمي الله ونبدأ. المكونات: معايا نص كيلو لحمة مفرومة، بصلاية كبيرة مفرومة، 3 فصوص توم، جزرية مبشورة، طماطمية متقطعة مكعبات، فلفل أخضر وفلفل أحمر متقطعين مكعبات، 50 جرام دهن مفرومين في الكبة، معلقتين كبار برغل، ملح وفلفل أسمر. والسر بقى معلقة البيكنج باودر، دي بتخلي العجينة في قلب رغيف الحواوشي تنفش معانا. هنحط بقى كل المكونات على بعضها: اللحمة والبصل والثوم والجزر والطماطم والفلفل النوعين والبرغل. كل بقى المكونات هنحطها على بعضها، بس البرغل انا ما بنقعوش في ميه سخنه، يعني بحطه صاحي كده عشان لو الحواوشي بينزل ميه البرغل بيمتصها. تمام، خليكم معايا. الدهن حسيت ان هو شوية، يعني قصدي كتير يعني، فانا حطيت منه جزء وسبت جزء. الدهن دوت هو اللي هيخليه يا جماعة رغيف الحواوشي معاكوا يعني دهبي كده وزي بتاع الحاتي بالظبط. هيخليه جميل جدا، لان احنا ما ينفعش نحط اللحمة اصلا صافي كده من غير اي دهن. لازم هو الكفتة يتحط له نسبة دهن عشان يخلي الحاجة طعمها حلو. هنحط بقى البهارات بتاعتنا، قلنا المعلقة كبيرة فلفل اسمر كده، والملح بتاعنا بس مفيش اي حاجة تاني، محدش يفتكس حاجة تاني، هو طعمه كده جميل. هنقلب بقى كله في بعضه كده. انا خلاص قلبته و... وندوق على طرف لساننا كده، نشوف الملح بتاعه عامل ايه، عشان خاطر ما يبقاش دلع ولا يبقى حادق، فلازم نظبط الملح بتاعه. انا هحطه بقى في التلاجة شوية، البتاع التتبيلة دي تاخد مع نفسها شوية. وادي العيش البلدي بتاعنا، انا بحب العيش البلدي يا جماعه، ما بحبش العيش الابيض عشان ده بيبقى صحي شويه. هنجيب بقى المقص ونفتحه بالمقص كده من فوق، واحد واحد كده ورا بعضه. خلينا بالمقص عشان خاطر الفتحه تكون شكلها حلو وشيك كده، ما يبقاش متهربضه من كل جنب. اعمل معاكم واحد كمان. خلاص انا كده وريتكم اللي بالعيش بيتفتح ازاي. هنجيب بقى رغيف رغيف، وناخد كده بايدينا شويه حلوين، ونحطها في قلب الرغيف ونفرد كويس جدا، ما نسيبش حته فاضيه وحته مليان. لازم الرغيف يتفرد كله من جوه. ماشي. هقول لكم بقى على تركايه صايعه. مش احنا لما بنيجي نعمل الحواوشي لازم العيش يبقى صابح عشان خاطر يتفتح معانا كده كويس وما يتقطعش؟ افرض بقى مش عندنا عيش صابح، احنا هنطلع العيش اللي عندنا في الفريزر، تمام، وهنخليه يفك هنسخنه على البوتاجاز او في الميكرويف زي ما انت عايز تسخنيه، بحاجه بسيطه خالص. بعد كده لما تيجي تفتحيه هيتفتح ومش هيتقطع معاكي. فدي فكرة حلوة يعني، انا افتكستها في مرة يعني. خلاص انا كده خلصت. شوفوا النص كيلو لحمة يا جماعة عمل معايا حوالي 12 رغيف وزيادة كمان. بيعمل كمية كبيرة يعني، والخضار اللي فيه بيخلي الكمية تكتر. فلان انا بحبش فيه لحمة معظمه يعني، فالخضار بيديه طعم احسن، ويبقى ايه يعني بروتين وخضار ونشويات، يبقى وجبة كاملة ومتكاملة يعني عشان خاطر الاطفال كمان. انا هنا بقى جبت الجريلا بتاعتي، حطيت فيها زيت. انت ممكن تحطي زيت وزبدة. هيسخن، وبعد كده تروحي حاطه رغيف الحواوشي اسمها ايه بالفرشه كده وبعدين تروحي عاملاه من فوق ومن تحته، والنار بتاعتك تكون متوسطه عشان خاطر ما يحرقش يعني، طبعا رغيف العيش من بره واللحمه ما تبقاش مستويه. فانا بخلي الجريلا كده يعني ما بغطيهاش كفايه، انا بخلي النار متوسطه وبيستوي براحته يعني. كده خلاص هنفضل نقلب فيه من الناحيتين، آه ولحد ما ياخد لون ذهبي كده حلو، ولحد ما يتقرمش برضو معانا. هي النار المتوسطة دي بيخليه يقرمش برضو، مش هنينة يعني. في طريقة تانية بقى للتسوية: هتفردي العيش على الشبكة بتاعة الشوي بتاعة الفراخ الكبيرة دي، وبعد كده هتروحي جايبة زبدة وزيت وبالفرشة وتدهني العيش من جوه لبره، وتحطيه في الشبكة، والشبكة دي هتحطيها على صينية عليها ورق فويل. تمام، هيحط في الفرن في النص، والفرن شغال من تحت ومن فوق، يعني من فوق على نار هاديه شويه عشان خاطر ما تحرقش العيش معاكي.
وربع ساعة وبيطلع، تطلعيه وتحطيه في صينية او حلة. انا هنا بحطه بجيب حلة وبحط فيها منديل، واللي بيخلص معايا من الجريلا بروح مطلعاه حطاه في الحلة، وبروح حاطه الغطا على الحله. انت بقى عايزه تخليه ناشف ما تحطيش عليه الغطا، عايزه تخليه طري حطي عليه الغطا، بس انا بخليه طري عشان خاطر الولاد اللي عندي. انا كده خلاص خلصت الكميه بقى، وهعمله فحميه. وبعد كده هروح قافله عليه، كبت عليه الحله على طول. ماشي يا جماعه. خلاص انا كده خلصت. الحواوشي طالع معايا اهوت لونه ذهبي، زي ما قلت لكم انا بحبه طري شويه عشان خاطر ولادي. هنقطعه بقى بالقطاعه. انتوا ممكن بقى تقطعوا نصين، تقطعوا 4/4 زي ما انتوا عايزين. كلوا بقى واستمتعوا بطعم الحواوشي الخطير الحياتي اللي على الفحم بتاعنا، اللي احنا عاملينه في البيت احسن من بتاع بره بكتير، وحاجه احنا ضامنينها وعاملينها بايدينا. الحواوشي هو يا جماعه مستوي، واللحمه شايفين منفوشه ازاي جوه، زي ما قلت لكم معلقه البيكنج باودر بتوديه في حته تانية. وعملت جنبه سلطه الطحينه وسلطه خضراء، هبقى اعمل لكم فيديو ازاي بقى تعملوا بعد كده يعني. كان معاكم ساره، لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو حبيتوا تشتركوا دوسوا اشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.